مشاهدينا، نذكر بأن ما يجري الآن من انتخابات رئاسية في مصر هو جزء من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس محمد مرسي. الخطوة الأولى في هذه الخارطة كانت الاستفتاء على الدستور في شهر يناير الماضي، والآن نحن نشاهد الخطوة الثانية وهي الانتخابات الرئاسية. لتحليل المشهد وللمزيد من المتابعة ينضم إلي هنا في الاستوديو الصحفي والإعلامي والكاتب حسين عبد الغني. أهلا بك أستاذ حسين. بين إقبال غير مسبوق وإقبال متوسط، وصف الإقبال بالأمس، كيف رأيته أنت؟ يعني أنا أعتقد أن الإقبال أمس يعني كان أقل من المتوقع، أقل من التعبئة الإعلامية التي حدثت، وبعتقد أنه الفيصل النهارده هيكون نهاية اليوم، خاصة بعد مد فترة التصويت. بصراحة مسألة مد فترة التصويت، مسألة إعطاء العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص إجازة، ليست هي العنصر الحاسم. ما سيحسم الموضوع باختصار شديد، هل ستنزل الكتلة الحرجة الرئيسية التي تمثل حوالي 55% من قوة التصويت في هذا البلد، وهي من 18 إلى 40 سنة، حوالي 30 مليون مواطن مصري من حقهم الاقتراع في هذه الفئة العمرية، يعتبروا في سن الشباب. هؤلاء إذا نزلوا اليوم أو إذا نزل الجزء الكبير منهم، فنحن أمام ما وصفته حضرتك في البداية، إقبال كبير، وربما يتخطى نسبة الإقبال في انتخابات 2012 التي شهدت في الجولة الأولى عدد كبير من المرشحين واتسمت بالحيوية الشديدة، وفي الجولة الثانية انحصرت بين شفيق ومحمد مرسي. إذن برأيك هؤلاء لم ينزلوا بالأمس؟ أنا أعتقد أن هناك مشكلة رئيسية، أن هناك منذ 30 يونيو على مدى فترة حكم الإخوان التي استمرت أقل قليلا من عام، كان هناك حراك جماهيري وشعبي يرفض فكرة الجماعة الفاشية المستبدة وفكرة تمكين البلد لجماعة أو لتنظيم سري له امتداد دولي. جماعة الإخوان المسلمين. وتصور الجميع أنها بانقلابها على الثورة، أن الإطاحة بها في عمل جماهيري أو شعبي سانده الجيش المصري يكفل للمصريين استرداد ثورة 25 يناير. ما حدث هو العكس تماما، أنه بعد 30 يونيو تسيد رجال أعمال مبارك ورجال إعلام مبارك المشهد السياسي بصورة مستفزة، وجاء قانون التظاهر لتبدأ عمليات قبض عشوائي على ناشطين ثوريين كانوا من طلائع 30 يونيو وليس على من يمارس الإرهاب أو يحرض عليه. وبالتالي هؤلاء يشعرون بإحباط شديد، وهؤلاء يشعرون بقدر كبير من أن الثورة تمت خيانتها في كل مراحل العملية الانتقالية بعد 11 فبراير. ولكن ما تقوله مثلا لم يمنعهم من النزول في 26 من يوليو لتفويض المشير السيسي عندما طلب التفويض، وفي 3 يوليو وفي أكثر، 30 يونيو وفي 3 يوليو وفي 26 يوليو وداخل نزلوا حينها. لماذا جرت مياه كثيرة تحت الجسور ما بين 26 من يوليو يوم التفويض، أو ما بين 30 من يونيو أو 3 يوليو ساعة إعلان خارطة الطريق التي أشرت إليها في البداية، وما بين الآن. وبالتالي إذا اقتنع هؤلاء، وهذه رسالة لهم، إذا اقتنع هؤلاء أنه أنا قد أوافق على المقاطعة إذا كان هذا يعني أنه سيتضح للجميع أن من قاطع هم شباب مصر المعترضين على أشياء معينة في المشهد الحالي. لكن في الحقيقة عندما تعلم أن جماعة الإخوان المسلمين تقاطع، فأنت تضع نفسك في نفس الموضع الذي تقف فيه جماعة الإخوان. الشيء الثاني، عندما تقاطع لأنك تخشى من أن يتسيد رجال أعمال مبارك المشهد مرة أخرى وتعود سياساته مرة أخرى، بعدم نزولك ومشاركتك واختيارك من ترى أنه أقرب إليك، أنت تساهم في وصولهم وسيطرتهم أكثر على السلطة وعلى الحكم. إذن أنت ترى أن هناك نوعا من الاقتناع بأن هناك مواجهة بين 30 يونيو و 25 يناير، وهي ما منعت هؤلاء؟ لا، أنا هناك اعتقاد بأنه جرت محاولة لتحويل 30 يونيو وكأنها بدلا من أن تكون استردادا لثورة 25 يناير من جماعة خانت مبادئها وانقلبت عليها، إلى تحويلها إلى ثورة على 25 يناير نفسها وإعادتها إلى هل العزوف عن المشاركة هو الحل في هذه الحالة؟ بالعكس، العزوف عن المشاركة يمكن أكثر من حاولوا سرقة 30 يونيو وتحويلها من استكمال عظيم لثورة 25 يناير إلى أنها انقلاب على 25 يناير. الشيء الواضح هنا أن نزول الشباب
سيحسم مش بس من الذي سيفوز في هذه المعركة، لكن أيضا سيقدم للعالم حاجة بالغة الأهمية. ما حدث في 30 يونيو لم يكن انقلابا، ما حدث في 30 يونيو كان ثورة شعبية كاملة استمرارا لثورة 30 يونيو. فالناس لابد أن تنزل لكي يعلم الجميع أن ما حدث كان ثورة شعبية استمرارا ل 25 يناير، كما كانت محمد محمود الأولى أيضا استمرار ل 25 يناير. ولماذا فشل المرشحان برأيك في إقناع هذه الكتلة بهذا؟ أنا أعتقد بالنسبة للمرشح المشير السيسي لم تكن لديه فرصة أصلا في إقناع الشباب، لأنه كثير من الشباب يروا أنه لا يعبر عن أحلامهم أو ما نزلوا إليه واستشهد منهم آلاف الشهداء. بالنسبة لحمدين صباحي المشكلة كانت أن هناك 3 انحيازات سيئين. الانحياز الأول انحياز مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة تعاملت مع المشير السيسي وكأنه مرشحها أو كأنه الرئيس الفعلي. انحياز وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الخاصة التي يملكها رجال أعمال مبارك ويعتقدون أن هذه الطريقة الوحيدة لكي يحافظوا على ما استولوا عليه من المال العام، سواء من أراضي الدولة أو الخصخصة أو غيره. والحاجة الثالثة أن للأسف الشديد انحياز المؤسسات الدينية لم تلتزم لا الكنيسة ولا الأزهر بفكرة الابتعاد عن السياسة والحياد في العملية الانتخابية والسياسية. شكرا لك الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ حسين عبد الغني.